السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناة مروة علي على اليوتيوب. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك، سبسكرايب، متنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله عشان يوصلك كل جديد بإذن الله، واعمل شير الفيديو لأصحابك. بعتذر عن غياب الفترة اللي فاتت دي إن أنا ما بنزلش فيديوز بقى بنتكلم فيها بالتفصيل، بس أنا مهتم بالشورتس أكتر الصراحة. بس هنتكلم النهاردة بقى عن الموضوع الذي في هذه الأيام، يعني من امبارح والنهارده. اول امبارح ماتش الاهلي وبيراميدز كان يوم السبت، وامبارح والنهارده الاثنين طبعا الحلقه هتنزل لكم ان شاء الله. فهو قصه ايه؟ رحيل ريبيرو. رحيل ريبيرو عن الاهلي كده كده كان هيجي دلوقتي، هيجي بعدين كده كده. رحيل ريبيرو كان جاي، وانا وانت كنا عارفين ان المدرب ده بهدوءه ده مش هينفع. هل احنا اتاخرنا؟ لا الحمد لله، ما موتنا بدري، اللي هو ايه، اقلنا بدري. طب هل احنا استعجلنا في قصة رحيل ريبيرو؟ انا بقول لك لا، احنا ما استعجلناش في قصة رحيل ريبيرو نهائي. نهائي. ده احسن وقت. ده بيرجع طبعا للجماهير. الجماهير اللي انا كنت واحد منهم في الاستاد، وكنا بنشجع ارحل يا ريبيرو وامشي يا ريبيرو. احنا كنا بنشجع ضد ريبيرو. بقولها لك بكل صراحة. ريبيرو ما كانش ينفع يكمل مع الاهلي بشخصيته دي، حتى لو هو في سنة فنيات احنا ما شفناهاش لغاية دلوقتي. ابراهيم فايق من كام يوم كان بيطلع بيقول لك انا عندي معلومه ان اللاعبين بيقولوا لبعض ان هم مش فاهمين ريبيرو عايز منهم ايه. انت متخيل انها معلومه هو مش بيتوقع، وبيقول اللعيبه باينين في الملعب ان هم مش عارفين المدرب عايز. هو عارف ان في لعيب قايل لابراهيم فايق احنا مش فاهمين ريبيرو عايز مننا ايه في ارض الملعب. فانت فاهمني، انت المدرب ده مش عارف حتى يقنع اللاعبين بطريقه لعبه. فلا لا، الحمد لله ان احنا تخلصنا منه على طول. بالنسبه بقى لبدايل ريبيرو، بص يا باشا، بالنسبه لبدال ريبيرو، في طبعا الكلام اتقال عن حسام البدري، موسيماني، فايلر. الثلاثه دول من كابتن محمود الخطيب ومن اعضاء مجلس الاداره رافضين موسيماني. قال لك موسيماني احنا اصلا كنا ماشيينها عشان اداءاته الوحشه في الدوري، فاحنا هنجيبه علشان ينقذنا في الدوري. هو طبعا فرق السكواد اللي معانا غير اللي كان مع موسيماني. طبعا كان بيلعب بادي وميكيسوني ومش عارف ايه، واحنا دلوقتي معانا زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وجراديشار ومحمد شريف. المفروض انها كانت اسامي كبيره بتقدم مردود، والاداره بتتحمل مسؤوليه انها جابت المدرب ده. فده بالنسبه لموضوع حسام البدري وموسيماني. فايلر مرفوض تماما من كابتن محمود الخطيب، لان هو سابنا قبل فاينل القرن، قبل نهائي القرن اللي قدام الزمالك، وموسيماني هو اللي انقذنا، وموسيماني مشيناه عشان اصلا الموضوع في الدوري. حسام البدري قال لك احنا مش عايزين مدرب مصري، احنا لو هنجيب مصري هنجيبه يمسك الفرقه مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب اجنبي. كل المحللين، كل المعلومات بتؤكد، وكل المصادر بتؤكد ان احنا مش هنكمل بمدير فني مصري، وانا صراحه شايف ده. طب مين بقى الاسماء المطروحه؟ جوزيه جوميز. بس في اصوات داخل النادي الاهلي بتقول لك طب ما هو جوميز احنا كل شويه بقى اي حاجه هتنجح مع الزمالك وبعدها يمشي منه هنروح نجيبها احنا، علشان هو نجح مع الزمالك. ويقول لك بقى ايه، جماهير الزمالك يطلع يقول لك احنا اللي بنكتشف وانتوا اللي بتاخدوا مننا، احنا اللي بنكتشف انتوا بتموتونا وانتوا بتفعصونا وانتوا ايه مش عارف ايه. فده موضوع جوزيه جوميز. في اصوات بيقول لك طب ما احنا نجيبه وخلاص، احنا ما قدمناش حلول. احنا عماد النحاس هيمسك كام ماتش مثلا ولا حاجه، هم لسه ما اعلنوش ان عماد النحاس، بس انا بقول لك عماد النحاس هيمسك كام ماتش مؤقت ومحتاجين مدرب. فجوزيه جوميز ممكن يبقى الحل الاسرع، والتانيين بيقول لك احنا مش كل حاجه. طب ما احنا قدامنا حل بقى، وده اللي بنسبه 60% مجمعين عليه في الاجتماع اللي حصل النهارده الساعه 10. مارك روزا، كنا احنا اتكلمنا فيه ساعة قبل كأس العالم، اللي هو ايه، كان في فيديو انا منزله ان هو كولر مشي قبل كأس العالم، واحنا بقى ايه فكرنا في مارك روزا، وده كان اصلا مطروح اكتر من ريبيرو بكتير جدا. هو مارك روزا اللي بيتكلم عليه دلوقتي، ولكن هو الموضوع صعب في التفاوض، لان مارك روزا مش عايز مصريين معاه في الجهاز كتير. كنا احنا اتكلمنا هو عايز مصري واحد او اتنين مصريين بالكتير قوي معاه في الجهاز. وعايز هو الجهاز بتاعه عايز فلوس، وهم خايفين حتى لو ادوا الفلوس، هم منفتحين على فكره الفلوس. هم خايفين ان هو يعمل زي فايلر، ان هو يكون مدرب جامد بس ما يعرفش يتاقلم بقى مع مصر والجو، ومش عارف يقول لك مراتي وركبتي والخشونه ومش عارف ايه والحاجات دي اللي هو بتاعت الاجانب. فهو خايفين من الفكره دي. ولكن اعتقد ان ده مارك روزا هو احسن واحد، هو احسن حل، هو احسن حل دلوقتي. يلا يا جدعان، مفيش حاجه تانية تتعمل، احنا ما قدامناش حلول تانية نعملها. هو مارك روزا، انا صراحه شايف ان مارك روزا هو احسن واحد. بس يعني
ده كان موضوع ريبيرو. عجبك الفيديو ما تنسانيش السبسكرايب واللايك. سلام.